الرسالة دي للإعلام الجزائري اللي تطاول وقل أدبه على ملاعب المغرب. شايف منتخب بلدك بيلعب على ملعب عامل ازاي في المغرب؟ مش ده الملعب اللي انتوا كنتوا بتقولوا أحد الملاعب اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها بالذكاء الاصطناعي؟ شايف المنظر؟ شايف ملعب مولاي الحسن عامل ازاي؟ شايف الجمهور وشايف الاستاد وشايف الأرضية وشايف لوحة الإشهار، شايف الشغل، شايف المنظر، شايف الملعب. الأمطار شغالة على فكرة الأمطار شغالة حاليا، الأمطار دلوقتي شغالة بشكل رهيب. هل تم إيقاف اللعب؟ هل المية وقفت على النجيلة واللعيبة مش عارفة تلعب؟ لا والله، ملاعب أفضل من ملاعب أوروبا. يعني هذا الملعب، ملعب مولاي الحسن بالرباط، أفضل من ملاعب أوروبا. من كام يوم، مش من كام شهر، من كام يوم كنا بنسمع إن الإعلام الجزائري بيقول على هذا الملعب اللي هيلعب عليه المنتخب الجزائري إنه بالذكاء الاصطناعي، وإن الملاعب دي غير حقيقية، وإن الملاعب دي كلها فوتوشوب. هل دلوقتي أنت شايف إن الملاعب فوتوشوب؟ هل الملعب اللي أنت بتلعب عليه ده شايفه بالذكاء الاصطناعي؟ اتصل لو انت اعلامي طلعت واتكلمت بشكل خاطئ على الملعب ده، اتصل بالمسؤولين هناك، اتصل بالجزائريين، اتصل بالجمهور، قول له هل الملعب بالذكاء الاصطناعي زي ما احنا قلنا ولا الملعب ده حقيقي؟ بلاش تتكلموا على المغرب بعد كده، بلاش تتكلموا على المغرب، لان مفيش دولة عربية او افريقية ينفع اساسا ان احنا نقارنها بالمغرب. الامكانيات والقدرة محدش يقدر يعمل كل الشغل ده إلا المغرب. هذا الملعب برجال مغاربة، هذا الملعب بأيادي مغربية خالصة. لعند الآن النتيجة 1-0 لصالح الجزائر عن طريق رياض محرز. منتخب السودان والله في أرض الملعب بيلعب كورة أفضل من الجزائر، ولكن اللي هد المنتخب السوداني هو حالة الطرد اللي كانت في الشوط الأول. فطبيعي إن الجزائر يلعب ب11 لاعب والسودان ب10 لاعبين، طبيعي إن الجزائر يتفوق في اللعب ويتفوق في كل شيء في الشوط الثاني، ده الطبيعي. ولكن منتخب السودان يعني الله يكون معك، الله يكون في عونك. ان انت مطرود منك لاعب، خد انذار في الشوط الاول، اول انذار كان ظلم، تاني انذار حقيقي، لكن اول انذار اتظلم فيه وانطرد من المباراة، ودلوقتي المنتخب السوداني بيلعب ناقص لاعب. كل التوفيق لكل المنتخبات العربية، كل التوفيق لمصر وللمغرب ولتونس وللسودان والجزائر وجزر القمر، كل المنتخبات العربية اللي مشاركة في البطولة كل التوفيق ليهم طبعا.